منة شلبي اتقبض عليها بتهمة حيازة المخدرات. خبر هز مواقع التواصل الاجتماعي. من شوية انتشرت أخبار بتقول إن النجمة المشهورة منة شلبي اتقبض عليها وهي جاية من أمريكا عشان كان معاها مواد مخدرة. لغاية ما الخبر ده اتأكد وكشفت مصادر في جمارك مطار القاهرة إنه فعلا تم القبض على النجمة منة شلبي النهاردة وهي راجعة من بره لما لاقوا في شنطتها مخدرات وهي بتعمل إجراءات تفتيش الركاب. وقالت المصادر كمان إن الجهات الأمنية اتحفظت عليها لحد ما يكملوا الإجراءات القانونية. وبعد كل الجدل ده مفيش مصدر مقرب من منة شلبي طلع اتكلم في الموضوع لإثبات الواقعة أو لنفيها. وتم تداول صور للمواد المخدرة اللي كانت شايلاها منة وهي راجعة من السفر. وبرضه بعد انتشار الخبر ده بسرعة الضوء ربط الجمهور اللي حصل بصداقة منة شلبي والمطربة شيرين عبد الوهاب. فكلنا عارفين انه من فترة قصيرة اتحجزت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مستشفى من المستشفيات بسبب ادمانها للمخدرات، وده اللي قاله اخوها في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو اديب. وعشان الجمهور عارف ان منة شلبي وشيرين عبد الوهاب اصدقاء جدا كانت تعليقاتهم كالاتي. عشان كده كانت بتدافع قوي على شيرين، هتطلع منها اكيد وهتبقى غلطة من الامن، معروفة من زمان وهي اللي علمت شيرين وعمرو أديب كان بيلقح عليها لحسن تكون كانت بتوصلها لشيرين. عشان هيك كانت بتدافع عن شيرين وكل واحد حر بحاله مجربة طعمه. وكانت الفنانة منة شلبي علقت على الأزمة اللي تعرضت ليها النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية لما أعلن شقيقها دخولها مصحة للعلاج من الإدمان. وقالت منة شلبي في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية على هامش حفل توزيع جوائز ماركس دور في لبنان: سيبوها في حالها وادعوا لها وفكروا في موهبتها وإنها إنسانة ممكن يحصل لها لحظات صعود أو هبوط وممكن أن تخطئ أو تصيب. وأضافت: ما يتهيأليش الفنان لازم يكون رسول، هو رسول لفنه، لكن هو إنسان ليه حياته الشخصية ومش من حق كل الناس تقعد تقول رأيها فيه. وفي مرة تانية اتكلمت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع منة شلبي فقالت: كان في خناقة كبيرة بينا وفي يوم سفري كنت مع كريم عبد العزيز بنهزر وكنت هتأخر على الطيارة ومنة قالت لي على التليفون والله ما انتي نافعة، ورحت لقيت نفسي واخدة باسبور غلط وهي اللي حجزت لي عشان اروح اعمل ديتوكس واخس. ولما رجعت له في اليوم تاني قال لي ده انتي سرك باتع، وقعدت كملت عنده السهرة واحنا متصالحين عادي. وشيرين عبد الوهاب ومنة شلبي ما كانوش اول ناس يتم اتهامهم بالمخدرات، ففي نجمات ونجوم تانيين حصل معاهم نفس الموقف، منهم الفنانة دينا الشربيني اللي تم حبسها لمدة سنة وغرامة 10,000 جنيه بعد ضبطها بحوزتها مواد مخدرة، والفنان أحمد عزمي اللي تم ضبطه وفي سيارته مواد مخدرة من الترامادول واتسجن لمدة 6 شهور، والفنانة انتصار اللي تم القبض عليها في سيارتها وبحوزتها مواد كحولية وخرجت بكفالة 5,000 جنيه.